خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك. خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك. خليني دايما دايما على بالك. خليني دايما دايما على بالك. مسافر وحدك أو فايت. جوزي في الكويت كان في ظروف يعني قدرت إن هو يقعد 3 سنين يعني. ما رحتلوش ولا مرة لأن أنا لو رحت له هكلفه. أنا معي 6 أولاد. عندنا فول وطعمية وهاتي عيش من تحت من الثلاجة. ماشي؟ وأنا زي الناس وأكتر من الناس. أنا معي 6 أطفال كده يعتبر بيدرسوا. يعني بتاعة القاهرة محتاجة مبلغ، بتاع الثانوية عامة بتاخد دروس ومحتاجة، اللي هنا بتاعة إعدادي بياخدوا دروس ومحتاجين. المعيشة نفسها غالية. إزاي الفلاح البسيط الفقير اللي بيشتغل اليوم باليوم والنصيب كده على ربنا إزاي يقدر يعني عايش في الزمن ده؟ الغربة دي مملة، واخدة حاجات كتيرة خالص ومأثرة علينا بشكل فوق الخيال بأمانة. يعني كل 3 سنين ممكن يجي يقعد 3 شهور، كل سنتين يجي يقعد 3 شهور، كل سنة مثلا يجي يقعد 2 شهرين، فتحسبوهم على بعض ما يطلعوش 2 سنين. ودي اللي حزة فيا جدا. يعني ربيت العيال وهو مسافر. يعني هو دول 6 سنين معايا وانا اتجوزت سنه 16 سنه. يعني ما اقدرش مثلا اقول لك عيل يعيش زي التاني، يقول لك ما خلفتني لياه. عايز يعيش زي الابو في الخارج، ماليش دعوه بابوه ولا امه. يعني ممكن ابوه يجيب له موبايل، تلفزيون، دش بتاع، يلبس لبس حلو غير لابوه هنا. انتي قلتي جوزك في الكويت من 11 سنة. أيوة. وانتي متجوزة من قد ايه؟ انا دي لي 14 سنة. يعني بعد 3 سنين صفر مش جواز. اعرف ناس دي لها 10 سنين بس قعدت 8 سنين وجت شهر، والسنة دي برضو جت شهر. يعني برضو سايبين بيتهم هنا، البيت الاصلي ما باعوش يعني وسابوا جذورهم، لا سايبين بيوتهم بيدرسوا عليها برضو. يعني جوزك ما حاولش ياخدك انتي والولاد الكويت؟ لا على فكرة هو ما يحبش السفر بس هو مجبور عشان الدخل هنا قليل. هو قال اول ما يعني اعمل حاجة تبني مستقبل العيال، يعني قال هو بيقول كل سنة عايز يقعد بس هو معاش الماديات اللي هي تخليه تأمن مستقبل العيال بكرة. خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك. خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك. خليني دايما دايما على بالك. خليني دايما دايما على بالك. مسافر وحدك أو فايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني.